السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذه المملحه اللي كتجي رائعه في الشكل وسهله، ما فيها لا عجين حتى شي حاجه. نبدا معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا نحتاجوا الخبز ديال التورتيلا وخبز الساندويشات. كيف ما كتشوفوا انا خديته هنا جاهز. كناخذو كنقطعوه بهذا الشكل على شكل شرائط كيف ما تشوفوا معايا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا الطرف الاول غادي نخليه بحال هكا كيف ما كتلاحظوا، والشرائط الوسطانيين بحال هذا الشكل، الثانيه والثالثه الرابعه كذلك غادي ناخذها حتى هي بحال هكا. وهادو بحال غادي نقطع هذيك الخبز اللي عندي كامل اللي غادي نحتاج. هنا كيف ما كتشوفوا هاد الشرائط غادي نحتاجهم من بعد، وهادو هما اللي غادي نبدا بهم في المول ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا تجيو بحال الشكل، تقطعهم بحال الشكل بحال الاشكال ديال الاشرطه كما كتلاحظوا. وهادو غادي نحتاجوهم من بعد. هادو هما اللي قطعت في الاول خلطتهم مع الثانيين. انا غادي نعاود غادي نجيب المول معايا. كيف ما كتشوفوا هذا هو المول اللي غادي نحتاجو، عندي على شكل دائره. غادي ندهنو مزيان بالزبده كيف ما كتلاحظوا، دهنوه مزيان بالزبده. وغادي نبدا البنات نستف هذوك الاشرطه بهذا الشكل على شكل ورده. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نطلعوهم شويه الفوق بحال هكا، نديروا واحده تكون لاصقه عليها الثانيه بحال هكا، نبقاو ماشيين مايلين بهذاك المول حتى كنكملوا داك المول كامل على شكل دائره كامل. نعمروا داك المول بديك الاشرطه ديال الخبز ديال التورتيلا كيف ما كتشوفوا معايا. غنكملوا هذا الشكل ونرجع معكم ان شاء الله نشوفوا كيفاش نعمروا. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا كيجيو بحال هكا. غادي نبدا اول طبقه هي اللي عندي هي الفرماج المحكوك او الجبن المبشور اللي عندي، اي نوع ديال الفرماج بطبيعه الحال عندكم. غادي نبدا بها. اول طبقه هي هذه الفرماج، والطبقه الثانيه البنات عندي هنا الكفته. هنا معطره هكا وشحرتها غير بوحده مع شويه ديال الزيت. غادي نديرها طبقه ثانيه فوق داك الفرماج كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نتبع عليه عندي هنا جوج بصلات اللي شلطتهم بهذا الشكل وشحرتهم مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح. غادي نديرهم فوق داك الكفته اللي درت. غادي ندورها بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. يمكن لكم بطبيعه الحال الحشوه اللي عندكم اللي متوفره في المنزل يمكن لكم ديروها اللي عندكم. هنا عندي الفلفله خضراء والحمراء اللي حتى هي شحرتها مع شويه ديال الزيت، درت شويه ديال الملح فقط. غادي نديرها حتى هي تبقى من فوق ديك البصله وكنستمر بهذا الشكل. يعني الحشوه اللي عندكم البنات يمكن لكم ديروها اللي متوفر عندكم. يمكن لكم بطبيعه الحال عاوتاني ديروا تخلطوا كلشي في مره واحده. انا حبيت هكا ندير هذا الشكل يكون هكا طبقه فوق طبقه. عندي دوك الاشرطه كيف ما شفتوا معايا في الاول الفيديو انني قطعتهم ديال الجناب، هما اللي غادي نسد بهم هذيك الحشوه كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. غادي نسد هذيك الحشوه بهذا الشكل. ودوك الاشرطه الصغيورين رقاقه عاد شوفوا معايا كيف ما كتلاحظوا. غادي نغطي بهم ديك البلاصه اللي كتبان بهذا الشكل. وغادي نبدا مره اخرى طبقه اخرى ديال الجبن المبشوره او الفرماج كيف ما كتشوفوا معايا.
وغادي نضيف فوق داك الجبن غادي درت هنا الفريت او البطاطا المقليه هكا قليتها، غادي نديرها طبقه من فوق داك الفرماج كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل، كتجي بهذا الشكل. وغادي نسد عاوتاني بديك الطبقه اخرى ديال داك الجناب ديال الخبز تورتيلا كيف ما كتشوفوا معايا، نسدهم بحال هكا. وغادي نعاود نفس الطبقه اخرى بشويه ديال الفرماج من الفوق، ونتبع لها عاوتاني انا نفس الطبقه الاولى اللي درت معكم الكفته، ومن بعدها البصله اللي تبقى لي من الحشوات كلشي الاولين اللي تبقى لي غادي نضيفهم من الفوق. طبقه اخيره من فوق اللحم غادي ندير داك البصله، ومن بعد غادي نضيف داك الفلفله الالوان اللي قلت لكم، ومن بعد غادي نسد بهذيك الاطراف ديال داك الخبز كيف ما تشوفوا معايا. غادي نسد بهذوك الجناب اللي بقاو لي عاود ديك ديال الخبز، ومن بعد غادي نجر هذوك الاطراف اللي بقاو لي في الجناب ديال المول اللي بدينا بهم اول في البدايه ديال المول كيف ما تشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو كيشرح كيف ما كتشوفوا معايا. غنسدهم بهذا الشكل مزيان، نورك عليهم مزيان بهذا الشكل، نضغط على داك الخبز بحال هكا باش تقاد لنا مزيان. وهنا غادي راني شاعل الفران من الفوق ومن التحت، غادي ندخلها غير تحمر ليا من الفوق شويه ومن التحت غادي نشارك معكم ان شاء الله الشكل ديالو. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما تحمر ليا من الفوق. هنا غادي نقلبوا معكم باش تشوفوا الشكل من التحت كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا كيجي محمر. يمكن لكم نتوما تحمروا اكثر، انا هذا هو الشكل ديال حمرته بهذا القياس اللي بغيت. هنا كيبقى التزيين بطبيعه الحال كيبقى على حساب الاختيار ديال كل سيده. انا هنا زينته بشويه ديال الخس من تحت، وغادي نضيف شويه ديال الفرماج من الفوق الجبن المبشور، ودرت واحد الزلافه صغيره اللي خلطت فيها مايونيز وكيتشاب اللي درتها غير تزيين من الفوق في داك الفراغ ديال هاد الشكل كيف ما تشوفوا معايا كيف ما كتلاحظوا. درت ديك الزلافه في داك الفراغ اللي بقى، درت زينته هكا بالجبن من الفوق كيف ما كتلاحظوا. وبطبيعه الحال كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى على حساب الاختيار واللي متوفر. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو صراحه البنات راه كيجي رائع، لا في المنظر فتحطيه هكا كيكون طبق رئيسي ديال هكا في مائده رمضان. يعني كتعيي بعض المرات بالعجين انك كتبقاي كل حاجه كتكون مفرقه. هذا كيكون واحد الشكل عائلي كيف كنقولوا، يعني كيكون جامع لك كل شيء تبارك الله، حشوه كامله هكا تقدمي في مائده رمضان ان شاء الله. كما كتشوفوا انا نقطع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالو. كما كتشوفوا غادي نعاود نقطع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالو مزيان. هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتلاحظوا الشكل من الداخل كيجي دوك الطبقات رائعين البنات، كيعطيو حتى المذاق صراحه البنات رائع جدا كيف ما كتلاحظوا. غادي نعاود نقطع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل مزيان كيفاش كيجوا. راه كتقطع عاديه البنات كيجي رائع البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوا ان شاء الله، ونتمنى اكيد انا متاكده ان شاء الله باذن الله غادي يعجبكم وينال اعجاب وليداتكم ان شاء الله. كنقول لكم شكرا على الفيديو على المتابعه، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش باللايك اللي عجبكم بطبيعه الحال، والاشتراك في القناه باش وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال قناتي. كنقول لكم شكرا على المتابعه والى اللقاء الى فيديو جديد ودمتم في رعايه الله.